أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد. في 2001 كلنا كنا عمالين نتكلم على حسام حسن يمسك المنتخب. حسام حسن هو الأنسب، حسام حسن هو أقدر واحد يمسك المنتخب في الوقت ده. حسام حسن ما عندوش خيار ولا فقوس. حسام حسن عنده اللعيبة كلها فرد واحد. حسام حسن هو أحسن واحد يمسك المنتخب في الوقت ده. طبعا ما حد سمع الكلام ولا سمعونا ولا سمعوا 95% من المصريين، سمعوا نفسهم وسمعوا المصلحة وبس. كل واحد كان عايز مصلحته، كل واحد كان عايز صاحبه يبقى في مكان جنبه، كل واحد كان بيدور على الفلوس وبس. كل واحد كان بيدور ازاي يطلع مصلحة لنفسه وبس. ما دوروش على المنتخب، ما دوروش على مصر، ما دوروش علينا احنا نفرح ازاي، ما دوروش على الكلام ده خالص. هم دوروا على الفلوس وبس. حسام حسن بعد طول انتظار، بعد كل شويه يجيبوا مدربين، يمكن اكتر مدرب لعب 20 مباراه، فيهم اللي لعب 3 مباريات طبعا انتوا عارفين مين، وفيهم اللي لعب 12 مباراه طبعا انتوا عارفين مين. فكل ده باذن الله حسام حسن يتخطاه ويبقى حسن شحاته جديد، وان شاء الله ان شاء الله يقوم بالمنتخب. وده طبعا ما عندوش ولا خيار ولا فقوس، ولا هيبقى عنده اللعيب الواحد، هيبقى عنده الفرقه كلها زي ما قلت لكم، فرقه جماعيه. بالتوفيق للكابتن حسام حسن، وان شاء الله كلنا بندعمك. وانا اول واحد في 2021 كنت منزل لك البوست دوت، وكنت عايزك والله. احلى سلام.